answer to no, man, I still go. السلام عليكم شباب وبنات. اليوم رح نحكي عن برنامج مونتاج جدا خرافي بيناسب جميع الأجهزة إن كان آيفون أو أندرويد. صدقوني يا أخوان، هذا البرنامج قادر يشتغل أي شيء ممكن يخطر على بالك. طبعا هذا البرنامج أنا بفضله بعد الكاب كات، لأنه الكاب كات الصراحة من أجمل البرامج ومن أسهل البرامج. بس هذا البرنامج فيه مميزات كتير حلوة ولازم نستفاد منه. وبهذا البرنامج رح نحكي عن مميزات جدا أسطورية. مثل ما شفتوا بالمقدمة الفيديو، ممكن نقدر نغير لون السماء، ممكن نحط كواكب بالسماء، ممكن نعمل إضاءة، ممكن نخليها مضيئة، ممكن نعمل إضاءة قوية، ممكن نغير الألوان، ممكن نشتغل شغلات جدا أسطورية بهذا البرنامج. هذه هي الصفحة الرئيسية للبرنامج. إذا بدنا نشتغل أي مشروع، أولا بنعمل إضافة مشروع. هون عندنا أول نقطة هي الدقة. أنت قادر تختار أي دقة مناسبة بتناسبك حسب الفيديو اللي انت مخرجه. يعني لا تكون مخرج فيديو 1080 وبدك تيجي ترفعه 4K، اكيد ما راح يصير 4K. يعني افضل دقة ممكن انك تشتغل عليها هي 1080. اما بالنسبة لمعدل الاطارات، حطها على 60 FPS، لانه 60 FPS بيعطي سلاسة للفيديو وبيجمل الفيديو وبيعطيه جمالية. اما بالنسبة للخلفية، انت قادر تختار الخلفية اللي انت بتحبها. انا بفضل اللون الاخضر لانه بيساعدني جدا بالمونتاج. نعمل انشاء مشروع. أول نقطة لازم نبتدي فيها، لازم نجيب من أي موقع كروما أو صورة أو خلفية أو فيديو حتى نقدر نطبقه على الفيديو اللي نحن بنحتاجه. هلا مثل ما كنتم شايفين أنا ساحب هذا الفيديو عن موقع، نعمل له إضافة. أول نقطة لازم نعمل له إملأ منطقة التكوين. حلو الكلام لحد الآن حلو. ثاني مهمة، نعمل إضافة للفيديو اللي نحن حابين نشتغل عليه. هذه أول حركة، هذه بالنسبة لأول خطوة. ثاني خطوة بنعمل إملاء منطقة التكوين. ثالث خطوة نضغط على هذا الخيار ونعمل طبقة مكررة. هيك بيصير عنا نسختين من الفيديو. بنجي على تاني نسخة نعمل له إضافة تأثير، إضافة تأثيرات، مفتاح الكروما. حلو الكلام. نختار اللون الرئيسي وبنختار القلم وبنروح على السماء مثل ما كنتم شايفين، بنعمل إشارة صح. حاليا ننزل على الريشة نحطها على 0.010، والعتبة بنحطها على 850، بنحطها على 850. هذه بالنسبة للفيديو الثاني. هذا كان بالنسبة للفيديو الثاني. أما بالنسبة للفيديو الأول نعمل له إضافة تأثير، نختار كروما المسح. حلو الكلام. أول خطوة بنيجي على الزاوية وبنحطها 90. تاني خطوة بنيجي على أول وحدة وبنضل نسحب فيها حتى نوصل للنقطة اللي نحن حابين نوصل فيها الفيديو. مثل ما كنتم شايفين هي وصلنا على الزاوية تمام. هلا هذه الريشة بتعطيك شفافية لأطراف الفيديو، بتعطي شفافية لأطراف الفيديو. هذه فيكم تستخدموها كإنارة مثلا أو تطلع معكم كإضاءة بين الفيديوهات، وممكن بدون استخدام. هلا حاليا عندنا شوية أخطاء موجودة بالفيديو، مثل اختفاء الشجر مثل ما كنتم شايفين. بنرجع على التأثير الأول وبنعدل عليه مثل ما كنتم شايفين. كل ما رفعنا الدرجة تختفي بعض التفاصيل. حلو الكلام. نحن ما بدنا التفاصيل هذه تغيب عننا، بدنا نحن يبين عنا الشجر بحيث يطلع الفيديو حلو. في عنا هذه الريشة اللي تحت فينا نحن نستخدمها. هذه الريشة لشفافية التأثير، يعني قديش ممكن يكون شفافية التأثير، حادة أو متوسطة حسب نحن شو بنختار. هلا نحن فينا نختار مثلا ندور على أقرب شجرة إلنا ونضل نحرك الدولاب حتى يبين الخلفية اللي ورا الشجر بحيث انه يمسح منه مساحة منيحة. حلو الكلام. هلا حاليا الفيديو هيك اظنه هيك تمام. انا بظن الفيديو هيك صار تمام. رح نجرب نشغل ونشوف.
هلا هيك مبين الفيديو تمام، بس نحن لازم نعمل حركة جدا ذكية بحيث انه يبين فيه تناسق بين السما والفيديو الثاني. بنعمل له إضافة تأثير للفيديو الأول، نعمل إضافة تأثير تبديل تدرج الألوان. حلو الكلام. بنضل نحرك الدولاب حتى نلاقي لون مناسب، نلاقي اللون المناسب ونخفف الإضاءة مثل ما كنا شايفين 30.05. بظن هذا الخيار هو أفضل خيار. هيك بشغل فيديو بنشوف مع بعض. هلا حاولنا ننسق الألوان مع بعضها وحاولنا ننسق الصور. بالنهاية هيك بيطلع معنا الفيديو. هذا كان شرحنا لليوم. أي استفسار أو أي سؤال بخص هذا البرنامج أو برنامج الكاب كات، أو أي مشاكل عم تواجهكم بهدول البرامج، أو أي شيء أنت حابب تصنعه بهذا البرنامج وما عندك الخبرة الكافية، اكتب لي بالتعليقات شو المشاكل اللي عم تواجهك، وإن شاء الله بنحاول مع بعض نحلها بالفيديوهات القادمة وبنحكي عنها بشكل موسع. لا تنسونا بالدعم والاشتراك. بحبكم كتير. أخوكم رعد. تعالي يا عمري يا حبيبي، خطك يا رمضان محضر لك المطر. ادي عرفي عدرت لعبي يجيني حق مستقيم هون. حبيبي يا عمري ماذا ماذا جنون طلعت لين هيد. طلعت لين هيد. أعطوني كلمة هيد.